صباح النور يا صباح الورد كالعادة والعوايد. فيكم صباح بكري، صباح إن شاء الله دقلة وحليب. صباحكم إن شاء الله خير وعفو. بعد فقت الصباح بكري وعملت دورة في السوق، هذاك غرامي نموت على الأثاث متاع فرنسا. البنات إن شاء الله فيديو ثاني نوريكم إن شاء الله شنو شريت من الأثاث المستعمل. خذيت مقلة وخذيت واحدة متاع قهوة. أما قلت ربي الأسبوع الجاي خاطر صاي صورت وقلت الأسبوع الجاي نصور البنات شنو شريت بالضبط. هنا ديريكت دخلت معاكم في روسيت متاع خبزة الهواء، عملتها للصغيرات بعد ما روحت من السوق وقضيت كالعادة وعملت كل شيء. عملت خبزة الهواء، عينة من خبزة الجاتو، عملت لهم نوع بسكوي، خذينا كل شيء. قلت هاي نعمل لهم خبزة الهواء يحبوها الصغار ويشيخوا عليها، وأنا بدي نحبها برشا. منها يهزوها لمجة كالعادة والعوايد وعودتكم بها. الله لا يقطع لنا عادة إن شاء الله. نحاول ديما نحاول نعطي لصغيراتي اللمجة من الدار كي نحس روحي مضغوطة ولا كيما تعرفوا بيبي ولا تعبت ولا كمال الربي، مش ديما الإنسان واقف ومش ديما حاضر اللمجة من الدار. نشري من معناها حاضر ونحط في الفريجيدير كي نبدأ مانيش منجمة نولي نحط لهم لمجة الشارع. أما الأكثرية البنات وننصحكم بها وعودتكم بها نحاول نطيب لصغيراتي لمجة الصغار باش نتفادى أي حاجة انفكسيون من الشارع. ماكلة ما نعرفش عليها كش طايبة، حلويات ما نكثرش من الشوكولاتة والحاجات الحلوة برشا برشا برشا، بحكم صغيرات ساعات يعملوهم يعملوا يجيهم الدود. المفيد تعودتكم في الفيديو كيما شفتوا المره اللي حطيت في الماكينه القهوه، حضرت القهوه ولهنا بعد ما نظفت كل شيء جيت نصب في باكو الكريمه في الحليب، صبيتها كبلي كل فوق الغاز. روح ماما تسامحوني ضيا صوت ولدي، كيما تعرفوا الصغيرات يبدو يتشخن من حاسيلو. نكمل معاكم الفيديو. كيما تشوفوا فيا نغطس في البسكوي جبت الساعة البيركس المتوسط ماهوش الكبير باش تجيني عالي، وحليت الباكو الاول كيما تشوفوا فيا هون، الباكو الثاني حاسيلو عملت باكوين وبرسك وشطر. جتني عالية وطيارة. حاسيلو البنات بديت نذوب في البسكوي في الماء، اما ما تشمخيش برشا بحكم هي البارتي الاولى متاع البسكوي باش تجي متماسكه. ما تحاوليش تشمخي البسكوي برشا برشا للي تبدا هابيه من اللوطه. حاولي شطر معناها تعملوها التشميخه الاولى معناها متاع البسكوي. حضرت الكريمه وصبيتها في طاس كبير باش تعطيني الطوح في الصبان، وعملت البارتي الاولى وبعد باش نكمل البارتي الثانيه. تعرفوا البنات ننصحكم انا نصيحة، البسكوي ما يكونش ما يلزموش يكون في بيركس كبيرة، خاطر اذا كان باش تعملي الخبزة في بيركس كبيرة البسكوي ما ياخذلكش ما يجيكش عالي كيما الخبزة متاع الجاتو. حاولي تاخذي بيركس ولا طبق صغير معناها مربعة باش تجيك فيه عالية، وكيف تقسمي بعض الترونش متاع الجاتو تبين كأنها معناها طرف متاع جاتو ماهوش خبزة متاع هو. هذيك السر والنجاح في الخبزة. برشا يعملوها في عندي ساعة هكا 3 لطبقة البنات، ممكن راكم شريتوا منهم الناس الكل أطبقة هكا 3 مع بعضهم، فيهم قالب وفيهم مدور. نعملوا فيهم ساعات خبزة جلاسون، نعملوا فيهم هذه خبز الهواء. معناها كي تعملي في اللطبقة ذوكم راهي تجيك واطية وما تجيش عالية، وهي أعز حاجة تجي عالية باش تبان البنة وتاخذ المنظر وتجيب ترونش كبير يشبع. باهي كملت الطبقة الثانية كما تشوفوا فيها البنات. الثاني تنجموا تقولوا شمخوا البسكوي بالكدا، مش كيما الطبقة الأولى قلت لكم نص نص شوية شوية. الثاني حاولي شمخيها شخشخيها باش تجي مشخشخة. البنات اللي عندها مثلا لوز، عندها بنان، عندها تنجم تعمل شوكولاتة. أنا اكتفيت كان بالكريمة فانيليا، والطبقة الأخرانية عملتها شوكولاتة. نجمي تعملي لها ما بين الطبقة والطبقة تعمليها رشة متاع لوز انتي ومقدورك وانتي اللي موجود في الدار. عملت نجمي تعملي رشة جلجلين، نجمي تعملي رشة جوز هند. صدقوني هذوما الكل اللي نحكي لكم فيهم المطعم والبنة في تجي معناها ما بين الطبقة والطبقة تنجمي تعملي اللي تحبي. لهنا كملت الطبقة الثانية وكما تشوفوا فيا حليت الباكو الثاني، شمخت البسكوي الكل وباش نعاود نعمل طبقة ثانية متاع كريمة.
كيما كنت نحكي لكم البنات الطبقات الكل عملتهم كريمه، ما عملت حتى شيء معاهم. كملت حضرت خلطت الكريمه وصبيتها في الطاس وعاودت عملت الطبقه الثانيه. البنات بربي اللي مازال ما يعرفنيش ومازال ما يعرفش القناة، راني بدلت الاسم متاعها. ممكن برشا عباد يسألوا فيا على الاسم الاول يحبوا يلوجوا عليهم، ولا ساعات كي نبدا نهبط ما تهبطلهاش النوتيفيكاسيون. اللي امي معايا وما تهبطلاش النوتيفيكاسيون ينجم يعاود يعمل ابوني ويضغط مرة أخرى يفسخ معناها لابوني ويعاودها من أول جديد باش تولي تهبطلها أي نوتيفيكاسيون جديدة. الاسم جديد أم تسنيم، عاودتها القناة معنى اسم القناة أم تسنيم. وما تنسونيش البنات، ديما نقولكم راني نفرح برشا بجماعتكم وبكومنتاراتكم، تخلوني نقدم، تخلوني في بلاصة اني نعمل مونتاج ولا فيديو بعد بنهارين ولا 3 ايام ولا حتى 5 ايام نولي نعمل كل يوم. ولو اني ما نوعدكمش كل يوم خاطر اي معناها عندها الضغط هذاك، تبدا عندها صغير بيبي وعندها صغار يقروا وعندها مسؤوليات وعندها برشا حاجات، اكيد باش توقع لها الضغط هذا، مش حاجه جديده ومش نيش زايده ولا ناقصه على الامهات الكل. ان شاء الله ربي يعطينا بالوقت الصالح ليهم ان شاء الله، ويعطيهم بالعفو وصحة البدان لصغيراتنا الناس الكل. شفتوا البنات صاي كملتهم جوني 4 طبقات بريسك. الطبقة الأخرى زدتها بسكوي، عندي شطر بسكوي كملته، شطر باكو معناها الكل هو الباكو فيه 12، استعملت 24 كعبة وشطر باكو معناها 6 كعبات هكاكا، 30 كعبة هكاكا كل جوني. كيما شفتوا البنات ذوبت شوكولاتة جلاسون 2 طوابع، عملتهم في شوية ماء، نجمي تعمليهم شوية حليب، نجمي تعمليهم في بان ماري، نجمي تعمليهم في الميكرووند، نجمي تعمليهم زادة في شوية حليب يجو طيارة. عملتهم في شوية حليب وصبيت الطبقة الأخرى وخليتهم. البنات الصغار ما صبروا ليش، حبوا يذوقوا من الخبزة، وهي كما تعرفوها الدنيا باردة وزيد يلزمها تتحط باش تبرد بالكدا، خفت تجيهم باردة برشا وليت شيحتها الطبقة متاع الشوكولاتة متاع الكريمة صمت فيسع، اما متاع الشوكولاتة بقيت لي تحسوها محلولة شوي، وليت صبيت فوقها طبقة كريمة اخرى فضلت لي وزينتها شوية بالجوز الهند. ركزوا معايا بالضبط وتشوفوها. كملتها ومعناها خليتها شوية في الفريجدير بردت وذوقتهم منها في ليلتها، معناها ذاقوا منها ومن غدوة صباح كملت نظمتها وكل شيء نلقاها شدت روحها وجدت بنينة ما نحكي لكمش. نودكم ما نشهيكم اللي ما زالت ما جربتهاش، الناس كل تعرفوها خبزة الهواء في ساعات تجربها، حاجة سهلة. شوفوا كيفاش البنات عملت لها شخبط لخبيط في الاخر خلطت الكريمة هذيك مع الشوكولاتة وبردت ومن غدوة قصيتها. شوفوا البنات كيف جت عالية الترانش ومطعمها باهي. زدت رشيت عليها كما كنت نحكي لكم جوز الهند باش تشاحت شوية من فوق وكي ياكلوها الصغار ما تجيهمش خفيفة، ما تجيهمش معناها من فوق سايلة ولا حاجة، شوكولاتة ذيك تجيها. وهيك نوصل معاكم نهاية الفيديو. ما تنسونيش ديما نقول لكم البنات جميتكم وكومنتاراتكم، ليلتكم زينة.